صاحيه من النوم النهارده نفسي هفاني على ايس كوفي او سبانيش لاتيه بطريقه غريبه، مع ان انا مش بشربه في الشتاء اصلا. مش عارفه بقى هل الصيام هو اللي بيخلي الواحد كده نفسه تروح لحاجات كده، يعني مش في اوانها ومش في ميعادها، وهو اصلا مبطلها ومش بيشربها ولا ايه. المهم قلت بقى ايه بعد الفطار على طول ان شاء الله، يا اما اعمل ايس كوفي او اعمل سبانيش لاتيه. ففطرت ومتحمسه بقى جدا جدا، وقلت ايه على طول دلوقتي حالا مش هستنى، هعمله دلوقتي. ورحت بقى على التلاجة او على الفريزر يعني، وبفتح الفريزر عشان احضر الحاجه. ما لقيتش عندي تلج، وانا كمان الاسبانيش لاتيه بحط له لبن مكثف، فبعمله في البيت فببقى عايزه لبن بودره. ما لقيتش لبن بودره. والايس كوفي او هو اسمه ايه، ايس كوفي ولا بيبقى اسمه ايه ده، ايس لاتيه. المهم يعني ايا كان الفرابيه الفرابتشينو ايا كان يعني، بحط له شويه كريم شانتيه عشان خاطر يتقل كده ويبقى قوامه حلو. فما لقيتش كريم شانتيه، استسلم؟ والله ابدا ما استسلمت. رحت مليت العلب بتاعت التلج وحطيتها في الفريزر، وقلت والله هستناه لحد ما يجمد وهشرب، يعني هشرب. وبعدين بعت بقى جبت كيس كريم شانتيه، وكمان جبت لبن بودره. ليه بقى جبت لبن بودره كمان مع ان انا هعمل فرابيه مش هعمل سبانيش لاتيه؟ جبت لبن بودره عشان الواحد بيتعلم من اخطائه، عشان لو بكره نفسي هفتني على الاسبانيش لاتيه ما اقعدش ادور بقى واقول الحاجه مش موجوده. فحضرت الحاجه من النهارده. فانا بقى دلوقتي حطيت النسكافيه ولبن وشويه كريم شانتيه، وهحط كمان شويه صوص كراميل. مش هحط سكر عشان ما يبقاش مسكر قوي. انا بحب طعم الكراميل يبقى باين، فايه هحط شويه كراميل كده محترمين. وفي الاخر خالص على وش برضو الجار هحط برضو شويه كراميل. بس كده فاضل ايه بقى؟ فاضل التلج. كنت خايفه لحسن الاقيه مجمدش، وانا حاسه فعلا ان هو مجمدش قوي، بس مش مشكله هستعمله برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. تصدقوا بصوا فعلا مجمدش قوي. ايه ده، مجمدش قوي، بس مش مشكله بقى. انا خلاص مش هقدر استنى اكتر من كده، خلاص مصدعه جدا وعايزه اشرب اي حاجه ونفسي هفاني عليه يا جماعه. اعمل ايه يعني؟ فخلاص مش مهم، ان شاء الله ان شاء الله الحبه اللي جمدوا دول ينفعوا. هحط كل ده بقى واروح اضربه في الخلاط. تصدقوا بصوا بعد ما عملته خلاص ورايحه احط العلب بتاعه التلج في الفريزر، ببص كده بجنب عيني كده لقيت مدفوس في الفريزر كل ازازه التلج دي. متخيلين؟ وانا بعاني من الصبح وعماله استنى استنى عشان التلج يجمد، وفي الاخر ما جمدش كويس. بصوا لقيت تلج قد ايه. كنت ممكن سيحتها شويه وكسرتها وكنت عملت بيها يعني مش واحد فرابيه ولا فرابتشينو، كنت عملت 10. بصوا قد ايه التلج، بصوا. بس يلا الحمد لله، نصيب. ان شاء الله ان شاء الله يطلع حلو. واي نعم التلج كان قليل جدا جدا، بس متفائله خير. المهم ان انا اشربه وخلاص. ايوه كنت عارفه ان هو هيطلع خفيف مش هيطلع تقيل، وعشان يطلع تقيل لازم التلج يبقى كتير جدا. بكره بقى ان شاء الله لو في نصيب ولينا عمر في الدنيا باذن الله باذن الله اعمل بقى واحد صح الصح. وده ان شاء الله دلوقتي ايه اشربه كده مؤقتا ارضي بيه رغبتي وخلاص. بصوا هو عمل وش وكل حاجه بس مش تقيل زي ما انا عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. هروح بقى اشوف عايز كراميل تاني ولا لا. عايز شويه كراميل، احط له بقى شويه كراميل ادلعه كده عشان نعوض قله التلج دي. يلا الحمد لله. المفروض من الصبح لما ما لقيتش تلج وما لقيتش المكونات كانت تبقى دي اشاره بالنسبه لي ان انا ما اعملهوش واستنى لبكره، بس كله نصيب. ايه رايكم؟ هو لازم الواحد بعد الصيام طول النهار والواحد بيبقى واقف في المطبخ طول النهار وتعبان يعدل مزاجه باي حاجه برضه.